وده تاني فلوج لينا من الغردقة، ولكن أحلى فلوج مش عشان أي حاجة غير إنه يوم ميلادي. وبجد مفيش أي كلام يوصف جدعنتكم معايا وكلامكم الحلو ليا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب وما يحرمنيش من نصايحكم أبدا. يومي ملخبط فصحيت متأخر، واديت طريقة سريعة جدا للبيت أول ما صحيت، ويعتبر كان نضيف من امبارح عشان ننزل آخر اليوم مكان حسيت إنه فرق في نفسيتي جدا، برغم إنه يعتبر مكان تمشية بس حسيت شوية إن هو قريب لشارع خليج نعمة في شرم الشيخ، بس انبسطت فيه جدا. وفي كلمتين حساهم جدا من ساعة ما جيت الغردقة وكنت عايزة أقول لكم عليهم. هو إننا كستات مثلا زحمين بيوتنا بحاجات كتير، في حين إن ممكن طبقين كوبايتين معلقتين وهتكون الدنيا تمام جدا. يعني البيت هنا كترتيب يومي مش هياخد مني ساعة حرفيا. عندي الأساسيات اللي هي تخلينا عايشين كويسين، انتوا فاهميني؟ برغم طبعا ان انا مفتقدة حاجات كتير جدا من بيتي، بس لو قدرت ان انا اتأقلم فاعتقد انها يمكن الاستغناء عنها. ننسى شوية مكنستنا اللي كانت في البيت ونكمل بالامكانيات اللي معانا. زي ما قلت لكم كل يوم هقول لكم حاجة مختلفة عن الغردقة. فمن الحاجات اللي فاجأتني هدوء الناس هنا، اللهم بارك. عكس القاهرة تماما، اليوم هنا كمان في بركة، عكس القاهرة تماما برضو. وتلت البلد هنا صعايدة والتلتين سياح. هنا بوريكم انه بحط دايما الهيرسكينو جنبي على الترابيزة او في اي مكان مرئي بالنسبة لي، عشان خاطر منساهوش. انا باخد حبيتين بعد الغدا، ودي اكتر حاجة فارقة في شعري الفترة دي. فلو عاوزين تطلبوها هتلاقوا اللينك في البايو عندي. المهم هنا الصعايدة يعني اللهم بارك، لا يمكن لا يمكن. مثلا من الحاجات اللي فتت انتباهي جدا ان انا اقعد في عربية وراجل يجي يقعد جنبي لازم بيسيب مسافة، ومش شخص واحد، يعني انا ركبت كذا مرة. اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم يا رب ما يتحسدوش. فالمعنى يعني الصريح جدا لراجل محترم. بعد ما خلصت نزلنا اتمشينا في شارع شيري، والاسعار هناك غاليه الى حد كبير، عشان كده قلت لكم ده مكان تمشيه فقط، وهو اغلبه بازارات وانتيكات، والصراحه شكلها خرافه فصورتها. نرجع لموضوعنا، وهم حاجه تانية السواقين، اللهم بارك، قمه في الادب. يعني بجد ينزلني في المكان اللي انا اقول له بيتعامل بمنتهى الادب والاحترام، وديت الصراحه حاجه مش سهل ان احنا نلاقيها في القاهره. اكتر حاجة كلمتكم عنها هي المواصلات، لان بجد في القاهرة دي اكتر حاجة انا بكرهها. ومن الحاجات الغريبة بالنسبة لي برضو ان انا لما بنزل سوبر ماركت مثلا او بازار، ما بشوفش مصريين، هو بنسبة كبيرة جدا بيكونوا اجانب. في شارع شاري وريت لكم عمو ده كان قاعد كان بيعزف، حسسني اجواء مش مصرية خالص، كنت اول مرة الاقي حد بيعمل كده. وبس كده يومنا النهاردة خلص، واشوفكم في فيديو جديد. ولو عاوزين تعرفوا كل التفاصيل اللي انا بعيشها في الغردقة ما تنسوش تعملوا فولو ولايك لو عجبكم الفيديو. وباي باي.